لازم تعلمت المهاره هذيك ومع ذيك يولي الشيفر دافير والفلوس والحاجات هذوك كلهم يوليو ساريين. خويا مان نحب نسألك شنو ما أهم بالنسبة ليك، شنو ما أحسن ثلاث نصائح تنجم تنصحهم كو سوا لي ديبيوتون والا اون جينيرال العباد اللي تخدم اي كوميرس في تونس بالطبيعة. النصيحه اللي ننصحها الاولانيه هو انك من الاول ابدا خمم كيفاش تتعلم الاي كوميرس، مش خمم كيفاش تدخل فلوس من الاي كوميرس، على خاطر الاي كوميرس هو في الاخر فيه نوع مهارات كي تتعلمها المهارات هذوك تولي تنجم تخدم بالبدا. معناها نحن تو في كونفرتي نشوف العباد اللي قدامنا الكل مئات العباد يمكن مش الاف العباد اللي قاعدين يخدموا في الاي كوميرس. الفرق بين العباد الناجحه والعباد اللي مش ناجحه هي المهاره نتاع البيوع والمهاره نتاع الاي كوميرس. دونك انت كانك مازلت جديد، اول حاجه حطها في راسك اللي انت لازم تتعلم المهاره نتاع البيوع والمهاره نتاع الاي كوميرس. لازم تعلمت المهاره هذيك ومع ذيك يولي الشيفر دافير والفلوس والحاجات هذوك كلهم يوليو ساريين. دونك هذه النصيحه الاولانيه. النصيحه الثانيه راهي ما تستناش منها باش تاخذ ريزولتا في وقت قصير على الاخر. معناها في الاخر الاي كوميرس فيه فما برشا عباد دخلت فلوس يسعى بيسعى صحيح، ما انت ما تحطش تقول الاوبجيكتيف تاع كان ما دخلش فلوس في الشهر الاولاني يعني الاي كوميرس ما يخدمش. الاي كوميرس يخدم فما مئات العباد دخل، فما الاف العباد دخل منهم في برشا فلوس. حط في مخك اللي انت لك بيريود الاولانيه باش تقعد تتعلم، استنى حط ديما اوبجيكتيف تاع 6 شهور نتاع. والحاجه الثالثه اللي هي راهو الناس الكل تخسر فلوس بالاي كوميرس، يعني الناس الكل تخسر حتى كي تربح من الاول راك تجي وقت باش تخسر، يعني تقبل الخساره كما تتقبل الربح.